مقتنع زيك بالضبط إن ماتشات الأهلي والزمالك صعب إن أنت تتوقعها، بمعنى إنك أنت لمّا تشوف مستوى الأهلي والزمالك قبل مباراتهم مع بعض مع أي فرق بيلعبوها، صعب إن أنت تقول ممكن مين اللي يكسب، لكن الأمور مختلفة تمامًا دلوقتي، لإن الكورة مش دايمًا معطياتها بتبقى غلط، في بعض المعطيات اللي ممكن تكون موجودة قبل ماتش الفرقتين مع بعض، اللي بتقدر من خلاله إنك أنت تتوقع وتقول ممكن تكون الغلبة لمين، أو مين ممكن يقدر يحسم لقب قاري زي كده، خاصةً إن مواجهتهم مع بعض دي مواجهة في بطولة قارية، ما هياش ماتش مثلًا في الدوري ب3 نقاط أو مباراة في الكاس في مباراة محلية. الحقيقة أنا شايف إن الأهلي عنده فرصة، بل وفرصة عظيمة جدًا إنه ياخد بطولة قارية من الزمالك. تعالَ أقول لك إيه هي المعطيات اللي ممكن تكون بتفكر فيها، أقول لك عليها واحدة واحدة كده. تعالَ شوف الإدارة، الزمالك حاليًا الإدارة بتاعته مترنحة بلا قرارات، حتى على مستوى الصفقات اللي بدأت يدعموا بيها الفريق، كلها في مراكز ممكن يكون الزمالك مش محتاجها، بل وإن المراكز اللي الزمالك محتاجها فعليًا ما تمش الدعم بصفقات. عندهم مدرب ممكن تقدر تقول إن مدرب الزمالك يقدر إنه يدرب تنس أو أي لعبة فردية، لكن أسفرت الاختيارات كلها حتى بعد الدعم ببعض الصفقات اللي هي ممكن ما تكونش على نفس المستوى، ما بيتمش مشاركتها وما بتكونش موجودة معاه. تخيل عزيزي المشاهد إن مجلس إدارة الزمالك خد قرار إنه يضاعف راتب الجهاز الفني المعاون سواء أحمد مجدي أو عبد الواحد السيد لضعف المرتب اللي كانوا بياخدوه بدون أي مبرر. هل الزمالك حصل على بطولة؟ تخيل إن الزمالك بتاريخه وبجماهيره إنه للموسم الثاني على التوالي بيلعب في الكونفدرالية ولا يشارك في دوري أبطال إفريقيا، والواضح إن الفترة اللي جاية هتشاهد أو هتشوف من خلالها الزمالك عنده بعض المعاناة، لأن المشكلة الإدارية ما اتحلتش، بل وعلى العكس بتزداد سوء. الزمالك بيمر بفترة صعبة جدًا، 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 عشان كده قُلت لك المعطيات كلها اللي فاتت، وحتى أعتقد إنك مش هتختلف معايا في وجهة النظر إن الأهلي هو الأقرب لحسم لقب السوبر.